الدار البيضاء ماضية في التخلص من الدور العشوائية البناء حوالي 200 منزل صفيحي تم تدميره اليوم في التجمع السكني المعروف بكاريانتوما. في المكان ذاته سيتم تجهيز 400 بقعة أرضية ستمنح فيها للسكان. ريبورتاج عبد الفتاح مؤمن. هو الخراب الذي يسبق الانفراج. آخر براكة تم هدمها هذا الصباح. عملية شملت 1096 براكة كانت تقطن 2118 عائلة. كاريانتوما بحي سيدي مومن كان يعد من أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء. تم القضاء عليه بشراكة مع الجمعيات التي تمثل الساكنة. غناخذوا ان شاء الله 84 بقعه 84 متر، والبقعه ديالنا نمشي ان شاء الله في بلايصنا هنا. الساكنه ديال طوما اليوم كتعطي واحد الدرس في السلم الاجتماعي، كتعطي واحد الدرس في موقفها الحضاري. الساكنه ديال طوما اليوم كتعبر بقوه ارادتها ان اليوم تدخل المساكن ديالها استجابه للمشروع الملكي السامي. 295 براكة المتبقية تم اقتلاعها اليوم كآخر مرحلة قبل بدء عملية تجهيز حوالي 400 بقعة أرضية ستستفيد منها العائلات التي تم إحصاؤها بمعدل عائلتين للبقعة الواحدة. هاد الناس غادي تعاود لهم التجهيز ديال لو سيت هنايا ديال الريان، غادي تعاود لهم في التجهيز ديالو، وغادي يبدا لهم بقاع من مساحه 84 اير بلس 3. انا واحد الشخص ساكن هنا، وخويا نتوما كي كتشوفوا حنا حياتنا كنا عشنا هنا مده ديال انا كان واحد 32 عام، والدي تقريبا واحد 50 عام هنا. سميت شنو هذا موقع سميتو الهجاجمه، شارع النيس منار الهجاجمه. كي كتشوفوا هما بداو كيريبوا لنا وما داروا معنا، عطاونا سيدي 84 متر في الهراويين. حنا كنسكنوا هنا حدا البحر. شنو زادوكم 84 متر، وقال لك تخلص 3 المليون 2 المليون تخلصها في الجماعه ديال الارض، ومليون تخلصها باش تجمع الوراق. باش خلصوا ما عندناش، كي غديروا حنا تنشوفوا الحاله كي دايره. بنادم ديال الله على قد الحال داير كروسه باش خدام كيصور 90 درهم 80 درهم 70 من عائله هنايا. حنا كاين في الدار، حنا دارنا حنا كاينين حنايا خويا، انا واحد بلا قلت انا واختي والوالده باقي. عندي خويا مزوج معانا وخويا اخر وواحد اختي اخر، تقريبا حنا 5 الناس. وشحال شاد المتر؟ 7 عائلات. شحال تبقى؟ عندنا خويا شي 140 متر كله البيت ديالو. وفوقاش تحولوا ان شاء الله دابا؟ وهما دابا عطاوك الارض، عطاوك كل شيء، قال لك هذه، ولكن سير تسنى وقلب على اللي يبني ليك. وفين غتسكنوا دابا ملي يجيبوا لكم هادشي؟ يسكنونا في الهراويين. عندهم فين يسكنوا شنو؟ وعطاوك واحد لا ارضيه. وكيف غتكون في الارض؟ غدير بيطول ولا لا سير كري. دابا حنا خرجنا كرينا. كري على ما تبني. حنا كرينا. وكيجيو قريب ولا بعيد؟ ودابا كله فين مشى، شي مشى المدينه، شي الحي الحساني، شي الولفه. على حسابك. شنو غيتبنى هنايا؟ وانا على حساب ما غيتبناش ولا مارينا هنايا. مارينا كاع هنا. واه شنو مارينا هنا؟ وهاي راه مارينا دو. هذه مارينا دو. وهذه واحد المنطقه اللي فهمتي راه كتعرف الارضيه هنايا واحد 3 متر و4 متر كاري. بشحال مليون تيسوى المترو دابا؟ وعندك 3 المليون. اعتبر تقرير للأمم المتحدة عن السكن في العالم صدر مؤخرا، اعتبر المغرب نموذجا واقعيا للبلدان الناجحة في محاربة السكن العشوائي على صعيد القارة السمراء. ورغم النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال التي بوأت المغرب مكانة متقدمة في العالم، إلا أن الأمر يقتضي مضاعفة الجهود لتحقيق هدف القضاء على دور الصفيح بشكل نهائي. للمزيد عن الموضوع تنضم إلينا مباشرة في الاستوديو
الزميلة صفية هيداني. صفية مرحبا بك. مساء الخير حسام، مساء الخير مشاهدينا الكرام. صفية، ما هي أهم المعطيات التي جاء بها التقرير الأممي حول السكن غير اللائق في المغرب؟ إذن كما ذكرت، المغرب حسب التقرير تبوأ مكانة متميزة في العالم في مجال محاربة السكن غير أحياء جديدة ببوجليدة ولاية تلمسان تتشكل من 1422 وحدة سكنية، وهي حصة هامة في ملف السكن التي وزعت بها قرارات الاستفادة على المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بعد حصولهم على سكناتهم. الشعور نتاعي الحمد لله، هذه صبرنا هذه شحال من سنة وحنا صابرين، وهذه الساعة دروك راه عندنا عيد جديد لينا والجميع الجزائريين ان شاء الله. فرحانه بزاف، ما تقدرش تصور الفرحه اللي راني عايشتها، واستنيت بزاف هذا النهار تاع اليوم. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. هذه نعمه من عند الرحمن، وزادوا كرمونا الدوله، بارك الله فيهم والله يجازيهم. وانا سوفر مي الحمد لله ربي برحمته. الحصة المقررة والتي تعود إلى برامج سكنية سابقة موجهة للقضاء على البناءات الهشة. ستتبعها كذلك عمليات أخرى في مدينة مغنية خلال شهر سبتمبر، وأواخر سبتمبر كذلك في مدينة الحناية، وإلى مدن أخرى من الولايات. أكثر من 1000 عائلة تم ترحيلها في مرحلة أولى إلى حي 3216 مسكن ببرتوتا، على أن يتم توزيع باقي السكنات على العائلات المستفيدة قبل نهاية الأسبوع. الحي الذي نحن متواجدون به سيستقبل 3316 عائلة، ستدخل سكناتها اليوم 1032 عائلة، جلهم آتين من المقاطعة الإدارية لبيرتوتا، وكذلك مقاطعة شيراغا وعين بنيان. هذه دفعة أولية وستتبع بدفعات أخرى. هذه السكنات خصت عائلات كانت قاطنة ببيوت قصديرية ومنازل هشة، قادمة من كل من بلدية ولاد الشبل، المقارية، بئر خادم، عين بنيان والمعلمة. الحمد لله، الحمد ربي ونشكروه. شحال من سنة وحنا نستناو في هذا المقطع وانت تجينا، جابها لنا ربي بخير وعلى خير. عملية ترحيل للمستفيدين التي بدأت على 5 صباحا، تدمير البيوت القصديرية والمنازل الهشة مباشرة بعد خروج سكانها. جندنا وسائل جد هامة على مستوى كل المواقع التي يتم ترحالها اليوم إلى هذا المكان الجميل هذا اللي رانا متواجدين فيه حاليا. فيما يخص هذه الوحدات المتنقلة اللي راهي متواجدة على كل مستوى النقاط، 16 سكن بشعيبية يتوفر على كل المرافق الضرورية للحياة اليومية للسكان، من مدارس ومرافق عمومية، مساحات خضراء وساحات للتسلية. الهش والقصدري بالعاصمة، والذي كان في صلب أولويات برنامج ويتجسد اليوم في تحقيق عاصمة خالية من القصدير، وهو نتاج جهود متواصلة والسهر على تحسين معيشة المواطن بتوفير مساكن لائقة ضمن عمليات الترحيل الكبرى. المتابعة لوليد زروق. عائلة شهد مرحلتها الأخيرة وفد من الأمم المتحدة للاستيطان البشري، والذي ثمن المجهودات وانبهر بالإنجازات ليجعل من الجزائر نموذجا عالميا يحتذى به في مشاريع الإسكان وإعادة الإسكان.
dans le cadre d'opérations d'aménagement qui sont concertées et qui permettent aux populations de se retrouver dans de meilleurs cadres de vie, qui peuvent sécuriser leur économie, qui peuvent sécuriser leur capital social. C'est-à-dire que ce sont ces mêmes populations qui étaient là, qui vont se retrouver dans un autre environnement et ne sont pas perdues. Et c'est dans ce cadre-là que nous encourageons et nous félicitons le gouvernement algérien et la wilaya d'Alger dans cette opération. لقد شهدت عملية ترحيل من قبل، لكن مثل هذه العملية لم أشهدها قط، فهي أضخم وأكبر من حيث التسليم وكذا التنظيم ونوعية السكنات. تقلصت إذن طلبات السكن وحوصرت أزمتها، فمعدل الملفات اليوم يبقى متوافقا مع النمو الديمغرافي من جهة والمشاريع المستقبلية للسكن من جهة أخرى، والتي ستتكفل وبدون الحديث عن الأولوية للأحياء القصديرية بطلبات السكن التي تخص القاطنين في ظروف قاسية وأماكن ضيقة. فالتوجه اليوم أصبح نحو منح السكن للشباب المقبل على الزواج.